في الجزائر كثيرا ما يكرر هذا المثل أصحاب الدم البارد، والذين لا يتدخلون في إصلاح أمور الغير ما دام الضرر لم يلحق بهم بعد، فيقول قائل اختط راسي. فمن أين جاء هذا المثل وما قصته؟ لا أدري متى تستمعون لهذا البودكاست، فصباح الخير لمن عندهم صباح ومساء الخير لمن عندهم مساء. معكم عبد أبا يحيى، أهلا بكم أحبتي في خامس حصة من مثل وقصة. يروى أن امرأة أيقظت زوجها لتخبره بأن حريقا قد نشب في القرية المجاورة، فقال لها بدم بارد: هل وصلت النار لقريتنا؟ قالت لا. إذا دعيني أنام. بعد دقائق عادت له فأيقظته: يا رجل، وصلت النار لقريتنا. فقال: أهي في منزلنا؟ يقصد النار. فقالت لا، ولكن بيت جارنا تحترق. فلم يبدي أي ردة فعل، وما هي إلا ثواني حتى طالت النيران سقف منزلهم. فصرخت زوجته في أذنه: يا رجل، النار في منزلنا. فقال لها: لم تصل غرفتنا بعد، فلما كل هذا الإزعاج؟ فقالت: ألا ترى السرير من جهتي يحترق؟ فقال لها المثل الشهير: ربي سهل، اختط راسي، ويقصد لما أجهد نفسي في إخماد نار لم تصل رأسي بعد. فأصبحنا نردد هذا المثل في المواقف التي ليس لنا نية التدخل فيها بحجة أنها لا تخصنا. إلى هنا تنتهي قصتنا. في الأخير نقول أنه يوجد العديد من نماذج هذا الرجل بيننا، فهل ترى أن هذا السلوك ناتج من عدم القدرة على التغيير، أم هو تخوف من المشاكل التي تتبع التدخل فيما لا يعنينا؟ اكتب الإجابة في التعليق، ونلتقي في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.